ادينا واحده كمان. يلا انت عارف ان دماغي اشعرت من هنا. والله العظيم دماغي بتقشعر من هنا. تحس احساس الصرصره كده، صرصرت صراصير. طيب صباح الفل، انا في دبي دلوقتي. طبعا كالعاده في دبي اوتودروم ده المكان اللي انا المفضل بالنسبه لي، يعني اي حاجه تقع تحت ايدي لازم اجي اقف هنا. ليه ما اعرفش، بس انا برتاح نفسيا لا بتكلم هنا. النهارده نزلت في يوم لذيذ، النهارده بوثق لكم كده حاجه تجربه جديده عليا. عدى عليا الصبح صديقي الصدوق استاذ محمد الفخوري، هو براند مانجر لوتس، وكان عامل لي مفاجاه الحقيقه، لان انتوا شفتوا العربيه اللوتس الاترا اللي هي ناس كتيره بتقول عليها الانترا. انا مش عارف، خلي بالكم عشان الموضوع ده مش كفايه ان احنا عندنا موضوع لوتس، كمان هنقول الانترا معاه واحده الاترا ار. خدناها هنا من لوتس دبي وعدى عليا بيها علشان نيجي نجربها سوا بقى على الحركه، لان احنا في مصر عندنا العربيات موجوده ولكن ما عندناش لسه تيست كار، فاحنا معانا تيست كار لوتس الاترا. بصوا اهي دي لوتس الاترا ار. طبعا ده فكره لوتس الجديده تماما عشان تواكب المستقبل. بمعنى ايه؟ لوتس طول عمرهم بيعملوا عربيات خفيفه وصغيره، يعني مفيش كله سواقه بس. فطبعا بينتقلوا دلوقتي، عندهم فيجن اسمها ايه؟ فيجن 80. لوتس عندهم حاجه اسمها فيجن 80، ان هم اول ما يتموا 80 سنه، كمان كام سنه كده هيتموا 80 سنه، هيبقوا شركه بتعمل عربيات كهرباء فقط. دي اول عربيه كهرباء او دي تاني عربيه كهرباء يعملوها. عملوا عربيه اسمها لوتس ايفايا هايبر كار 2000 حصان. دي عربيه اسمها لوتس الاترا، وده الموديل الار منها. هي بتنزل منها موديلين، في اس وار. الار تتكلم في 905 حصان، فطبعا في هبل. بس انا حابب اوريكم الاول الهبل ده قبل اي حاجه. تعالوا بس افرجكم. دي اس يو في من لوتس، عربيه هايبر اس يو في بيسموها. يعني ايه هايبر اس يو في؟ يعني باور مهول. ولوتس اهتموا بتفاصيل كتيره جدا فيها. هي زي ما انتم شايفينها كده، هي بتنافس الفئه البريميوم جدا من العربيات الاس يو في، زي اللامبورجيني اوروس وزي الاستون مارتن الدي بي اكس ال 707 كايان توربو جي تي. اقوى اس يو فيز ممكن تتخيلوها العربيه دي بتنافسها. طبعا انا بشوف ان هي بتتفوق عليهم في حاجات كتيره جدا. مبدئيا الديزاين بتاعها جبار. العربيه كلها قايمه على الايروداينامكس. لوتس ركزوا كويس قوي ان هم يعملوا حاجه، حطوا كل خبراتهم فيها، يعني من حيث التوجيه والسواقه، من حيث محاوله تخفيف الوزن، لان طبعا عربيه زي دي عشان تخفف وزنها الموضوع صعب جدا لان هي كهرباء، والايروداينامكس. فانتوا طبعا لما تيجوا تبصوا على العربيه دي، الايروداينامكس بتاعها مفيش اي عربيه اس يو في الدنيا فيها الموضوع ده. يعني بصوا هنا، لما تيجي تبص في الحته دي، كل الفتحات دي بتفتح وبتقفل علشان الايروداينامكس. انتوا لما تيجي تبصوا برضو هنا هتلاقوا هنا في فتحات بتبدا من هنا وتخرج من هنا، نفس الكلام فتحات في الحته دي. كل الحاجات دي بتساعد العربيه ان هي تبقى ايرودايناميك بشكل كبير جدا وبوظائف كتيره بقى. هتقلل الهواء، يقلل الضغط عند الحته بتاعت الكاوتش هنا، الهواء هنا يخش يبرد الفرامل، الهواء يطلع من الحته دي يمشي هنا يخش في المنطقه دي ويطلع بعد كده على السبويلر الغريب ده. بص السبويلر هنا عامل ازاي. وطبعا هنا برضو فتحات بتتخرج الهواء من داير العجل ده علشان البريشر وديفيوزر. فعربيه معمول فيها مجهود جامد جدا من شركه لوتس يعني. فالنهارده الحدوته بتاعت الفيديو فين بقى؟ الفيديو ده مش هيبقى طويل قوي، هو فلوج كده عادي. انا مش عارف، يا رب الهواء ما يكونش بوظ الصوت. بس الفيديو ده الحدوته فيه ان احنا هنجرب تسارع العربيه. العربيه دي ما يميزها حاجتين من وجهه نظري البسيطه يعني. اول حاجه ان العربيه سعرها مقارنه بالناس اللي انا ذكرت اسمهم قبل كده، اوروس ودي بي اكس وكده، شبه يكاد يكون النص، وهي مفيش حاجه بتقدمها اقل منهم خالص. اللكجري من جوه ومستوى التجهيز والفخامه زيهم ويمكن احسن. الباور اسرع منهم بمراحل. يعني العربيه دي بقول لكم 905 حصان، تتسارع من 0 ل 100 في اقل من 3 ثواني، مثلا ثانيتين و9 من 10 حاجه كده. فمرعبه. وانا عمري ما ركبت عربيه كهرباء سريعه قوي في حياتي. فانا اللي انا عايز اوثقه مع فخوري، ومعانا سيف كمان صاحبنا، عايز اوثق رد فعلي في حاجه زي كده، لان بسمع دايما عن الكهرباء والطلعه. فدي الحاجه اللي احنا هنجربها النهارده. استاذ محمد الفخوري، ايش هي كده يا استاذ محمد؟ السيف، السيطره. هنعمل ايه النهارده؟ نعمل كل حاجه ان شاء الله، ونشوف الاليترا ار وانت تجربها تقول انت حسيت بايه. انا اللي اول حاجه كل شفافيه. انا اللي اول حاجه عايز اعملها ان انا عايز اركب جنبك، نركب معاك ونطلع في الحته اللي هي الفاضيه دي، نحطها على اقوى بيرفورمانس مود هي فيه، ونحس بال 905 حصان دول عاملين ازاي. لان انا ركبت عربيات سريعه كتير، فانا عايز اعرف من الثبات العربيات دي بتعمل ايه، لان في ناس مش مستوعبه العربيه دي سريعه ازاي. هي 0 100 في كام؟ 2.9 سكند. بيقولها بتراكه ازاي يعني؟ لازم ثقه. لازم ستوب وحاطط كده. شوف اللي واقفه جورج سيدهم اهو واقف في ثقه. تيجي يا استاذ سيف؟ انا لازم اجي معاكم طبعا واشوف
العربيه طبعا شكلها رائع، والارقام اللي بيتكلم فيها دي آه. انا لازم اشوفها على الواقع يعني. ايوه لازم. ما هي بالظبط، ما ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. فتعالوا وربك استرها، اوعى تعمل لا ما تقلقش. اوريكم الاول برضو فرصه ان واحنا بنركب العربيه افرجكم على الانتيرير عامل ازاي، لان هي العربيه الصراحه بصوا بقى التفاصيل. يعني من اول الباب، يعني انت اول ما تخش الباب ما فيهاش ماتيريال واحد، يعني ما فيش. بصوا مثلا دي، بصوا بايونيرز سينس 1948 لك فضي. يعني التفصيله دي لو مش موجوده حد هيزعل؟ ما حدش هيزعل ولا هتفرق معاه، بس هم عاملين كل حاجه. بصوا زراير الكرسي بصوا فخمه ازاي، الاترا هنا على العتب. بصوا الساوند سيستم الكاف عامل ازاي، حاجه فظيعه. الانتيرير كمان احلى حاجه فيه عجباني ان هو مش شبه اي حاجه تانية. تقسيمه بقى التابلو دي، انا عندي باسنجر سكرين هنا ليا بتاعتي، سكرين برضو اللي قدام السواق نفس الفكره. وبصوا التريم هنا عامل ازاي. عربيه عجباني، عربيه لو انا كان عندي الامكانيه وعايز عربيه عائليه، لان بصوا واسعه. بصوا يا سيف واسعه قد ايه. لا كبيره جدا ورهيبه يعني من جوه. بص انا كل ده سبيس. انت فاكر احنا قعدنا فيها مع بعض لما كنا في دبي؟ أيوة صح قبل كده كانت في الشوروم وقعد فيها، كانت عجبته قوي. بس ده النهارده شوف رزق ربنا ان استاذ محمد فخوري يجيب لنا العربيه اللي في ناس كتيره بتطالب برقبتك يا استاذ محمد في مصر. ليه هو انت حر، انا واقف اعيط قدام الشوروم لا خلاص هانت والله العربيه خلاص يعني هتركب قريب الميه. هتركب الدولفين. هتركب يلا على خير. احنا هنطلع بقى. خلي بالكم رد الفعل ده بجد حقيقي. انتوا عارفين انا دايما لما باجي الاوتو دروم، فاكرين لما صورت الجي تي 3 وتعمدت ان انا ما ادوسش بيها خالص غير على قدامكم على الحقيقه علشان تشوفوا فاكرين انتوا الحوار ده؟ نفس الكلام هعمله النهارده. هاخد الرياكشن بتاع الاكسلريشن بتاع العربيه دي حقيقي، ان انا ما جربتوش قبل كده خالص. في 6 مودز اوف درايفنج. احنا عايزين اقوى واحد في طبعا الرود تراك. تورينج ده اللي هو بتاع كل يوم، بتاع اللي هو كل يوم. الديلي يوز. اه بعد كده الرينج اللي هو ايكونومي. اوف رود ده العربيه كلها الفيتشر بتتغير اوف رود والعربيه بتعلى. وفي الانديفيدوال انت بتسلكت بقى انت كل حاجه انت على حسب انت عايز كل حاجه تعملها. مثلا تعمل ستيرنج ويل سوفت، تعمل سسبنشن سوفت، انت بتعمل كل حاجه. واحنا دلوقتي هنمشي على تورين لحد ما نروح الحته بس اللي انت قلت عليها. نوريك بقى سبورت وتورين فرق لا انا عايز اخش هو تراك اقوى حاجه تهيألي. التراك اقوى حاجه طبعا، بس طب ما نحط التراك بتبقى شويه التراكشن كنترول ساعات بيفصل شويه، فبيبقى امن تبقى انت فعلا جوه تراك. خلينا على سبورت يعني. سبورت بالظبط. ما تخافش يا استاذ محمد. لا انا مش خايف انا احنا مصلين وعاملين اللي علينا. الحمد لله. خلينا. فطرت انت؟ لا ما فطرتش؟ يعني فطرت كلابي اهم حاجه كده. تكون بس فطران بالك كتير بس عشان ما يحصلش حاجه. ايه فطرت فطار كلابي كده، بس لسه هناكل حاجه. وانا بقى سؤال بقى يعني اتفضل. لما احب احرك فتحات التكييف احركها منين؟ من جوه البتاع. تعرفش هنا تتحرك فتح التكييف. فانت بقى عايز اجيبها يمين، بتجيب الهواء كده فوق شويه من عندك كده، انت شوية. تخليه كده. انت على انه مود دلوقتي؟ انا تورينج عادي خالص. تورينج لو حطيت سبورت بقى يحصل ايه؟ كل الفيتشرز بتتغير والعربيه بتوطى والكراسي نفسها. طب ما تحط لنا سبورت والنبي حط لنا سبورت. هي فيها لونش كنترول؟ فيها. طب ما بص بقى، انت بعد الميدان ده هتقف على اليمين نحطها سبورت ونشوف بقى طلعتها عامله ازاي. واحده عليا. انا مش هصور لكم الطريق. هنا سبورت سموث. مش هصور طريق، انا هصور رياكشن بتاعنا حقيقي. اول مره اجرب. عايزك بقى فول ثروتل ونشوف. لا يا نهار اسود. 100 يا انت حاسس بحاجه؟ ده يا لهوي. فعلا 2.9 ولا اقل شويه؟ هو انا اصلا على ما ابتديت مخي يجمع ان انا بص اشوف ماشيين على كام، كنت انت شلت رجلك كنا ماشيين 160. يا نهار ابيض. ممكن نعيد تاني واحده تانية لف الميدان وارجع تاني. هو الضحك ان انا عاده دايما في اي عربيه بتسحب باخد الصدمه وبعد كده ببدا ابص على العداد. انا لما بدات ابص على العداد كان هو اصلا شال رجله وكنا ماشيين 160، فهو كان جاب كام علشان لما شال رجله كنا 160. في ادوس كده فرامل على الاخر برجلك الشمال على الاخر. ليه؟ انا هقول لك ليه. عشان ممكن يبقى فيها اكتيفيشن لللونش كنترول، فانت تدوس فرامل على الاخر برجلك الشمال على الاخر خالص. جرب بقى تدوس كهرباء برجلك اليمين على الاخر، هشوف هتقول لك ايه. لونش فيلد اي اس سي اوف. لازم يبقى فيه، لازم يبقى اي اس سي اوف. انت خايفه تفصلي الاي اس سي؟ لا مش هنا. ده الشارع ده احنا ياما جبنا فيه. يبقى عشان تعمل لونش كنترول بيها لازم تبقى على التراك مود. واحنا طبعا ناس محترمه وملتزمه. استاذ رمزي صباح الفل، شغال معاك حلو انا استاذ رمزي عشان تبقى انت. ادينا واحده كمان. يلا انت عارف ان دماغي اشعرت من هنا. والله العظيم دماغي بتقشعر من هنا.
تحس احساس الصرصره كده، صراصير. انا عايز نعمل واحده تانية اصور فيها العداد لحد 160 is 5 seconds. لحد ال 160 5 seconds. يا لهوي، ده انا بال 350 زاد بجيب من 0 ل 100 في 6 seconds. بصوا انا هنا بقى المره دي هحاول اصور لكم العداد، يا رب يبقى باين. انا مش عارف هو باين ولا لا، بس ايه. 100 لا انا مش عارف. يا نهار اسود، انا مش عارف انا كنت بصور ايه انا ولا عملت ايه. يا جماعه العربيه دي متاحه في مصر من عز العرب وكيل لوتس. استاذ محمد فخوري هو اللي معاه المفتاح بتاع الشوروم، هو معاه مفتاح العربيات، وهو معاه الاوردرز، وهو معاه كل حاجه، وعلى مزاجه بقى يسلم مين ويعمل ايه. عشان برضه ما بقاش حرمتك من حاجه. ايه، هتجرب واحده تورينج؟ اوريك التراك برضه ايه. هتعمل تراك؟ هعمل واحده بالتراك. التراك ده اقوى حاجه. هو المبهر هاخد نفسي بس. هي من المبهر عشان الار فيها 2 سبيد. ايوه، في نقله كمان. شفتها؟ ايوه في نقله كمان. عربيات الكهرباء دايما بيبقى فيها حوار كده ان هي خلاص يا استاذ محمد، فيها حوار كده ان ايه ده الهاندلنج العربيه فلات قوي. ايه ده بجد والله ما شاء الله. ايه ده انا خرجت بره الشوط، انا هرجع الازاز اهو. خلاص يا استاذ فخور، انا مش عارف اقول الكلمتين اهو. يا نهار اسود. شوف انت كويس ورا؟ انا تمام. شويه كركبه بس. ضابط السيت بيلت وكله تمام. هو الجميل اصل عربيات الكهرباء عاده حتى لو قويه قوي تحت، كل ما السبيد بتعلى كل ما بتضعف. دي اول ما هتحس ان هي هتبدا تضعف بتروح مديها نقله كمان. العربيه دي الار فيها نقلتين، فبتروح كده. انزل اصورها من بره، يعني عايزك تطلع ووري الناس من بره عامله ازاي. صوره لكم بقى، صور لكم طلعتها عامله ازاي. بصوا يا جماعه، يلا يا استاذ محمد. ايه ده بص تعمل ايه. بص وتي، بصوا بقى تطلع ازاي. يلا يا خرابي، انا اول مره اركب عربيه كهرباء سريعه في الليفل ده. العربيه دي بتسيب الاوروس والدي بي اكس وبتمشي. الدي بي اكس 707 اللي هي تعتبر من اسرع العربيات اللي في العالم اس يو في يعني. اللي عاجبني فيها ان هي مميزه كده لوحدها في حتتها. ايه الاصفر اللي جاي ده؟ اوبا، ده الاوروس جاي، العربيه جايه وبيجري وراها لامبورجيني. يا لهوي، سحل وراه اللامبورجيني، سحل افنتادور. بصوا طلع من الاس في جي، سحل وراه الاس في جي يا جدعان. عايز اوريكم شكلها وهي جايه. العربيه شكلها جميل جدا جدا، يعني عربيه اس في. بصوا ليها كده هيبه وطلة. انت سحلت الاس في جي وراك ها وانا صورته. يا نهار ابيض. هو سخن شويه بس يا ويكا بس. على خير. فين غلطته. ويكا هتسوق انت بقى دلوقتي. ماشي تعالى جنبي. يلا بينا. هنجرب بقى اول مره انا اسوق عربيه كهرباء قويه قوي، فدي بقى حاجه ايه بقى. جاهز يا ويكا؟ انت على السبورت اهو. انا على السبورت اهو، وهطلع بقى. يلا توكلنا على الله. 1 2. لا بس هتقلب على ظهرها. موضوع النقله الزياده ده خطير. العربيه دي 2.5 طن. ها ايه رايك في الهاندلنج؟ سيبك من الهاندلنج كمان، الهاندلنج خطير. انت ما بتتكلمش ليه يا ويكا؟ انا عمري انت ما بتتكلمش ليه يا ويكا؟ اصل انا عمري في الشارع ده ما جبت الارقام دي وسوقت عليه عربيات رهيبه يعني. لا بس العربيه بجد ممتعه. صح؟ ممتعه قوي في سواقتها قوي يعني، قوي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. برضه ما ردتش على السؤال، الكهرباء جايه ولا مش جايه يا ويكا؟ بالطريقه دي. انت شفت الرقم اللي احنا جبناه؟ انت شفت الرقم اللي احنا جبناه؟ لا انا ما شفتش، انا ماسك دي فما شفتش حاجه طبعا. وانت إيه؟ مش حاسسها اصلا. أيوة. يعني ايه يا ويكا؟ قول لي يا سيف بقى عشان انا مش شايف. لا والفرامل، فرامل جامده. انا ممكن اصورها فيديو حلو لما نرجع مصر. طبعا جهز لي واحده كده، عايزين نعمل بيها فيديو حلو. طبعا.
فيديو يديها حقها بقى. انتظروا فيديو يديها حقها. شكرا يا استاذ محمد فخوري. بنعتذر استاذ سيف على المخمضه